السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله حنديروا لوبيا باللحم والبصل والطوماطيش. حقوا في هذه الوصفه لوبيا انا هنا غليتها نص طياب، ماهيش طايبه 100% نص طياب. نسحق انا هنايا عندي البصل، قطعت هنا 3 حبات بصل، عندي 3 حبات طوماطيش مقطعين، شوفوا نحيت لهم القشره لابو تاعهم وقطعتهم. نسحق شويه لحم، واش عندك بقري غنمي ولا ما عندكش ما عنديش تقدري ما ديريهش، يعني هي تنتكل اصلا بلا لحم تنتكل. نسحق شويه ثوم، كاين ما يديرولهاش انا ندير لها باسكو تجيني بزاف بنينه بها. هذه البطاطا سي فاكولتاتيف يعني اختياريه، انا كنت ولادي صغار يحبوا شويه بطاطا، يعني هذه حنديرها في لافا، مي الاصليه ما فيهاش البطاطا، يعني جوست باش تعرفوا. ونسحقوا بيان سور زيت، توابل عندك الملح، فلفل الكحل، فلفل عكري، وشويه كمون، شويه ماشي كيما اللوبيا شربه، مي شويه كمون، يعني حتعطيها بنه. والكمون مانيش حنديرو دوكا، حنديرو في لافا. نبداو بسم الله في الوصفه تاعنا. الحاجه الاولى نديرو الزيت، قيس واحد 3 كويار يعني 3 مغارف. نفوت نحط اللحم تاعي، صافي تخلى لي اللحم صوصو في الزيت، يعني هذه خطوه مليحه لازم ديروها. نديرو البصل نخليه يتقلى مليح معاه حتى يدبل شويه. ندير الثوم، قيس 4 سنات هنايا، 4 سنينات ثوم، نخليهم يتقلاو مليح. بعد ما تقلى لي شوفوا حنعملو هذيك الطوماطيش كلش. دوك نديرو التوابل، نبداو شويه في الكحل. التتبيلات هنا انت واش شحال تحبي، كاين اللي يحب بزاف في الكحل، كاين يحب شويه، يعني واحد ما يدير على حسابه، هو ما يديرش كاع على حسابي. وشنو تجي بنينه ندير شويه في العكري هكذا باش نسحق في التوابل، نخلي كلشي يتقلى. بعد ما تقلات لي بلا بيان نمرق، ما تمرقوش بزاف باش ما تجيش شورو كما يقولوا، جات ما تغطى هذاك اللحم ويطيب لنا هكذا، باسكو اللوبيا بصل الطوماطيش ما تحبش المراقي بزاف. فوالا هذه سا سوفي. نغلق عليها كي يطيب لنا اللحم نولي لكم. نسيت ما درتش الملح، غوزمو تفكرتو سينو كان يطيب لنا مسوس، غير شويه. فوالا هاي تغلي، نغلق عليها كي يطيب لنا ان شاء الله راني نولي لكم. فوالا طاب لي اللحم كيما راكم تشوفوا. حنعملو قلنا اللوبيا تاعي راهي نص طياب، يعني حوالي 10 دقائق، نخليها طيب 10 دقائق، نغلق عليها 10 دقائق نطفي عليها. شوفوا تلقت الماء، يعني ما درناش بزاف، مي شوف بصل زاد تلق، الطوماطيش زاد تلقت. هذه نغلق عليها انايا، تشوفوا نغلق عليها ونخليها طيب. فوالا هي طابت لي اللوبيا. شوفوا حندير مغرفه طوماطيش شويه ماء هكا، نحطها ما تجينيش طرف. فوالا نخليها تغلي 5 دقائق حتى 8 دقائق هكاك ونطفي عليها. هنا باك ندير لها شويه كمون بشويه، فوالا نطفي عليها ودوك نديرها لكم في صحن التقديم. فوالا وصفتنا تاع اليوم اللي كانت لوبيا باللحم والبصل والطوماطيش اي خلاص. نتمنى انها عجبتكم، نتمنى ثاني تجربوها. ما تنساوش في الاخير امتي لايك يعني تشتركوا في القناه باش يجيكم من جديد، وما تنساوش تضغطوا على رنة الجرس باش هكذا غير ندير فيديو يلحقكم يعني تمتم. فوالا نقول لكم تهلاو في روحكم، الى بروشين فيديو بحول الله. سلام.